السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ملعب أون. رسالة لكل من يهمه الأمر، للعيبة المحترفة. اللعيب دلوقتي بيخش النادي يتصور، وأي نادي ما بتكلمش طبعا على الأندية الكبيرة، بتكلم على الأندية العادية، يعني تصور وبعد كده يقول له أنا كان حلم حياتي ألعب هنا، يعمل عقد 4 سنين، ياخد فلوس كويسة وياخد الفلوس ويبقى رئيس النادي ده، والمسؤولين والمدير الفني انتيمو، ورئيس النادي والده، وبنسمع احلى تصريحات. يجي له عقد من نادي كبير يتألق، بعد فتره يطلبوا اي نادي كبير حقه، مفيش مشكله. استنى بقى اما النادي بتاعك ده يستفيد، لا، اتمارض، امتنع عن التدريب، يحرق، مش لاعب كرة تاني، هبطل. هو ده الاحتراف؟ يعني هو الاحتراف حضرتك ان انت وانت بتلعب في نادي ما يجي لك نادي كبير يا روح يا مش لاعب؟ الكلام ده بينفع بس في دوره رمضان. لان انا الحقيقه جالي 3-4 اتصالات امبارح واول امبارح وبتاع من رؤساء انديه، مش انديه كبيره في الدوري الممتاز، مش عارفين يسيطر على اللعيبه. لا، مش عارف يسيطر على اللعيبه يعني ايه؟ مش هتسيطر عليه، بطلوا كوره، قعدوا، ما في عقد، يلتزم بالعقد، مفيش مشكله. ولازم تعرف النادي ما اشتراك واخد مخاطره عشان لما يجي نادي كبير ياخدك، يعرف يبيعك بشكل كويس، واما تروح كبير هتفضل كبير. دي رساله بس لكل لاعب. مفيش حاجه في الكوره اسمها مش لاعب، مش جاي، مش عامل، لو ما رحتش هبطل. ده مش موجود في اي حته في العالم، مش موجود. وهتروح قليل وشكلك هيبقى قليل. خلي النادي يبيعك برقم كويس وخد حقك، وخلي يحصل فيك عقد كويس وربنا يكرمك وتكسر الدنيا. دي بس رساله لكل لاعب فاكر ان دي السكه اللي اروح بيها.